اهلا بيكم. انتوا عارفين ان الستيم او اس دلوقتي نزل بشكل رسمي لكل الاجهزه، وتقدر ان انت تستخدمه وتنزل الايمج وتنزلها على اي جهاز بي سي عندك. فالنهارده هنشوف الخطوات بشكل تفصيلي ازاي ان انت تنزل النسخه بتاعه الستيم او اس، وانا حاليا دلوقتي بعمل لها داونلود عشان بعد كده نشوف هنقدر نستخدمها ازاي. هسيب لك طبعا كل اللينكات دي في الديسكربشن. في الاول خالص انت لازم تكون عندك باك اب لكل الداتا اللي عندك، يعني لو عندك اي داتا مهمه عايز تشيلها من على الليجن جو بتاعك تقدر ان انت تشيلها وتحفظها في مكان خارجي. وكمان لو انت عندك اس دي كارد فيفضل ان انت تشيله عشان ما يحصلش مشاكل فيه. وهنحتاج كمان فلاش درايف يكون تايب سي. لو ما عندكش تايب سي هتقدر ان انت تستخدم دانجل زي ده وتركب فيه الفلاشه بتاعتك وتقدر تركبها دلوقتي. او الحل اللي انا بفضله انك انت يكون عندك حاجه زي كده وهتاخد فيه بورتات 2 يو اس بي و2 تايب سي وبورتات تانية كتير زي الفول اتش دي ام اي. فده انا هستخدمه شخصيا عشان اركب عليه الفلاش درايف وكمان عشان اركب الكيبورد والماوس. طبعا اللينك ده اللي هتقدر تنزل منه الايمج هسيبه لك في الديسكربشن. الحاجه الثانيه اللي انت محتاج تعمل لها داونلود هو الابلكيشن بتاع بلينا اتشر، وده عشان تقدر ان انت تنزل النسخه نفسها بتاعه الستيم او اس على الفلاش درايف. هتروح على اللينك ده وبعد كده تعمل داونلود اتشر. هيوديك هنا في كذا نسخه لو انت بتستخدم لينكس او بتستخدم ماك او اس، ولكن في الحاله دي طبعا هنستخدم الويندوز. وبعد كده هنعمل اوبن على طول عشان نعمل له انستول، وهيفتح معاك بالشكل ده وهتدوس على فلاش فروم فايل. وبعد كده هنختار الايمج اللي احنا نزلناها وهتعمل لها اوبن. وبعد كده هتسلكت التارجت اللي هو الفلاش درايف. طبعا في الحاله دي انا عندي الفلاش درايف دي هختارها وبعد كده نعمل لها سيلكت وبعد كده على طول فلاش. ودلوقتي هيبتدي ان هو ينسخ الملفات على الفلاش درايف. كده خلاص الفلاش درايف بقى عليها النسخه بتاعه ستيم او اس. بعد كده هنعمل شات داون للليجن جو. لما يبقى سيستم شات داون هتعمل هولد على الفوليوم اب اللي هو علامه البلس طبعا اللي بتزود الصوت، تعمل هولد عليها وبعد كده تدوس مره واحده على زرار الباور وتفضل دايس هنا على الفوليوم اب. وكده انت دخلت على البايوس. بعد كده هتروح على بايوس سيت اب، ومن بايوس سيت اب هتروح على مور سيتنجز، وبعد كده هنروح على كونفيجريشن. بعد كده هنروح على الاوبشن ده اللي هو يو ام اي فريم بافر سايز، وبعد كده هنغيرها نخليها اوتو. بعد كده هنروح على السكيورتي، وبعد كده هننزل لحد ما نشوف السكيور بوت اللي هو الاوبشن ده، وبعد كده هنعمل له ديسيبل. بعد كده هنروح على اكزيت، وبعد كده اكزيت سيفنج تشينجز وندوس يس. وبعد كده لما يفتح تاني معاك هتعمل له مره كمان شات داون. وبعد ما يكون شات داون خالص تاني هندخل على البايوس عن طريق الفوليوم اب، نعمل هولد وبعد كده ندوس مره واحده على الباور هنا ونفضل دايسين طبعا على زرار الفوليوم اب. هيدخلنا تاني على البايوس. بعد كده هنختار البوت منيو، وهنا هنلاقي البوت اوبشنز فيها اليو اس بي بتاعتنا هنختارها، وبعد كده هيعمل بوت عليها بالشكل ده. وبعد ما يخلص خالص هيدخل على الستيم او اس نفسه، وهنا هتروح على الاوبشن ده اللي هتلاقي مكتوب عليه ري ايمج ستيم ديك. بعد كده هتعمل عليها دبل كليك، وبعد كده هيدي لك وارنينج ان هو كل حاجه على الليجن جو هيتعمل لها ديليت، فانت هتدوس طبعا بروسيد. وفي المرحله دي هو بيعمل كوبي للفايلز بتاعه الستيم او اس على الليجن جو. ولما يخلص خالص هيبان لك كده اوبشن هنا هتدوس عليه بس بروسيد، وبعد كده هيعمل ريستارت. وبعد ما يعمل ريستارت دلوقتي هيدخل معاك على الواجهه المعروفه للستيم او اس. هنعمل انستول عادي جدا، هنختار اللغه وهنختار التايم زون بتاعنا والواي فاي والباسورد والحاجات دي كلها. وبعد ما تربطه بالواي فاي دلوقتي هيعمل ابديتس وهينزل شويه باكجز. لو حصلت معاك في المرحله دي مشكله ان الليجن جو بس هو اللي طالع كده وبيفضل وقت كبير قوي، دلوقتي تقدر تركب اليو اس بي فلاش درايف تاني، وبعد كده هتعمل هولد 10 ثواني بالظبط لحد ما الليجن جو يعمل شات داون. وبعد كده هتروح على الريكفري يو اس بي، هولد الفوليوم اب، وبعد كده الباور بوتن، وبعد كده هتختار البوت منيو. بعد كده هتختار الاي اف اي يو اس بي ديفايس اللي هي موجود عليها اصلا الاو اس، وبعد كده هيلود معاك تاني الستيم او اس. كده هيجيبنا لنفس المكان هنا تاني لما كنا بنعمل انستول للايمج، بس هنا مش هنختار الري ايمج، هنختار ري انستول ستيم او اس وهنختارها دبل كليك. بعد كده هتعمل بروسيد، وفي الوقت ده هيعمل ري انستول لبعض الباكجز وبعض الفايل سيستمز عشان يصلح الستيم او اس نفسه، وبعد كده عادي تاني هتعمل بروسيد. ودلوقتي هيعمل ريستارت وهيبوت على الستيم او اس. لما تشوف المنيو دي تعرف ان كده انت تمام وعملت انستول لكل حاجه. بس كل عليك ان انت هتعمل انيبل للواي فاي بتاعك. بعد ما تعمل انيبل
انيبل للواي فاي بتاعك هتدخل دلوقتي على الستيم او اس بتاعك، وبعد كده خلاص تقدر تشيل اليو اس بي درايفرز بتاعتك وحتى الشاحن بتاعك عادي، وهتعمل تاب 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 هنا كده عشان ان هو يقدر يدخلك على السيستم نفسه، وبالشكل ده هتكون خلاص جوه اللايبراري بتاعتك او المكتبه بتاعت الستيم بتاعك، وتقدر ان انت تستخدمه بشكل عادي جدا. بس في الاول خلينا ندخل على السيتنجز. دلوقتي احنا على الستيم او اس هولو والفيرجن بتاعت الاو اس 3.8. بس في الاول قبل ما تعمل ابلاي اول حاجه هنروح على السيستم، وبعد كده هنعمل انيبل للديفلوبر مود، وبعد كده هننزل تحت خالص وبعد كده نروح على ديفلوبر، وبعد كده هتروح للاوبشن ده اللي هو شو ادفانس ابديت شانلز، وبعد كده هتعمل له انيبل. كده هيظهر عندك الابديت شانلز كلها من السيستم. لما تروح لها هنا هتختار ستيبل وتروح على المين، وهنخليها على المين على طول، وبعد كده تقدر ان انت تروح على البيتا او تروح على الستيم ديك ستيبل لو انت عايزها على الستيبل فيرجن، ولكن انا هروح على البيتا وبعد كده هعمل ريستارت. بعد كده لما يعمل ريبوت هتروح على السيتنجز وبعد كده هتروح على سيستم وتعمل تشيك فور ابديتس، واكيد هيظهر عندك الابديت ده، وبعد كده هتعمل ابلاي، هيعمل له داونلود وهيعمل له انستول، وهنا بعد ما يخلص ابديت هنعمل ريستارت. وبعد ما يعمل ريستارت معاك دلوقتي هتقدر تستخدم الزرار اللي هنا عشان تفتح المنيو بتاعت الكويك سيتنجز، وكمان الزرار اللي هنا عشان تفتح السيتنجز الموجوده هنا. دلوقتي خلينا اوريكم السيتنجز، بعد كده هنروح للسيستم، ولو نزلنا تحت خالص هنا على الهاردوير هنلاقي كل السبيكس بتاعتنا اللي هي الاي ام دي تشيب، الزد 1 اكستريم، البروسيسور فريكوانسي، والسي بي يو، والرام، والفيديو كارد، وكل التفاصيل بتاعه الهاردوير نفسه. فكره ان انت عندك كويك منيو هنا زي الستيم ديك بالظبط، دي حاجه كويسه جدا تقدر ان انت تظبط منها البرفورمانس اوفرلاي، وتشوف الادفانس منيو، وتقدر تظبط الفريم ريت. زي ما انتم عارفين ان هي الشاشه بتدعم 144 هرتز، وتقدر تعمل مانيوال جي بي يو كلوك، وهتلاقي الكويك اكشنز وكل حاجه نفس الستيم ديك بالظبط. دلوقتي خلينا نروح على باور وبعد كده نعمل سويتش للديسكتوب. دي الواجهه بتاعه الديسكتوب، والماوس كمان شغال فيها بشكل كويس جدا ومفيش فيه اي مشاكل خالص، وتقدر دلوقتي تستخدم الديسكتوب فيه زي اي كمبيوتر بس بستيم او اس، وانا في نظري ده افضل بكتير من الويندوز ومشاكل الموجوده في الويندوز. خلينا دلوقتي نرجع على الجيم مود ونروح على المنيو ونعمل تيست للكنترولرز كلها. هنروح على كنترولر وبعد كده هنروح على بيجن تيست. هنا هيجيب لك الكنترولز، ومجرد ما انت تدوس على اي زرار هيظهر معاك تقدر تعمل تيست. هنا كمان عامل الستارت، وهنا عامل السلكت، وهنا الهوم والمنيو، بس عاملهم طبعا كومبينيشن عشان يفتح لك الكويك اكشن منيو، والتراك باد تمام، والانالوجز والبامبرز كمان شغالين كويس، وكمان التريجرز هنا زي ما انتم شايفين شغالين بشكل كويس. دلوقتي لو رحنا لنفس المنيو ورحنا على الستورج، السيستم نفسه واخد 5 جيجا تقريبا، وباقي 930 جيجا موجودين عندك. تقدر دلوقتي ان انت تنزل كل الجيمز اللي انت عايزها. هنروح ننزل دلوقتي ديك لودر، وده حاجه طبعا مهمه جدا. هنكتب ديك لودر في جوجل اول لينك، وبعد كده هنعمل له داونلود. لما تعمل له داونلود هتروح على الفايل نفسه، وبعد كده هتعمل دبل كليك وتعمل اكزيكيوت وهتعمل كونتينيو. بعد كده هتروح على الجيمنج مود، ولما تختار الكويك منيو هيظهر هنا العلامه دي، وكده انت حملت الديك لودر. تقدر تروح على الستور وتنزل برامج كتير جدا موجوده تقدر ان هي تساعدك بان انت تستخدم الليجن جو والستيم او اس بشكل افضل بكتير. وكمان انت تقدر تغير دلوقتي تي دي بي عن طريق الاختصار زي بالظبط الليجن جو على الويندوز. هتعمل هولد لزرار السلكت اللي هنا، وبعد كده هتروح على الواي، وهنا تقدر تغير ما بين الكاستم مود والبرفورمانس وكمان اللو باور مود بكل سهوله. اتمنى يكون الفيديو ده فادك فعلا. في الفتره الجايه هنعمل تيست اكتر ونشوف الجيمنج والبرامج شكلها عامل ازاي، فاتاكد ان انت عامل سبسكرايب ومفعل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش اي حاجه. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.